بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هعمل معاكم طريقة البيتزا. العجينة انا عجنتها معاكم نص دقيق مية، حطيت كوباية لبن، طبعا قللتها من المية، ورشة زعتر، وكيس خميرة فورية، وذرة ملح وذرة سكر، يعني معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة سكر، اللهم بارك، واربع معالق من الزيت. وقعدت اعجن فيها كويس جدا لحد ما العجينة عملت معايا زي ما انتوا شفتوا كده. وبعدين هسيبها ترتاح نص ساعة ونبدأ نشتغل. معايا دي بقى حاجات بواقي التلاجة. بقى البيتزا لما تيجي تعمليها بالطريقة دي علشان ما تتكلفش معاكي كتير. معايا هنا حتتين بانيه كانوا باقيين عندي، هنعمل بيهم حشوة، اللهم بارك. قطعت الحتتين البانيه دول حتت شرايح كده زي ما بنعمل الشاورما، وبعدين هشوحهم معايا ويتعمل بيهم حشوة وتعدي بيهم بيتزاية. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله. هتعجبك قوي الطريقة دي، اللهم بارك. شايفة هنشوح البانيه معانا، حتتين الفراخ اللي اتبقوا معانا دول، وعناهم في التلاجة. في اي وقت بقى عاوزتي تعملي بيتزاية هتلاقي عندك ايه، الحاجة موجودة في التلاجة. مش كل ما هاجي اعمل بيتزا مثلا بيتزايتين تلاتة هشتري من كل الخامات، لا كده مش هقدر اعمل، والموضوع هيبقى مكلف جدا بالنسبة لي. دي طريقة بيتزا اقتصادية وهتخليكي في اي وقت تعملي اللي انت عايزة. إيه العجينة زي ما قلت لحضراتكم انا عجنتها. وبعدين دوت الحاجة التانية السجق، عملنا معاكم برضو حشوة سجق. وحشوة التالتة ديت هنعمل معاكم حشوة جمبري، اللهم بارك. كل دول انا ما جبتش حاجة، دول كان شوية حاجات كده. انا لما بعمل حاجة برمي منها شوية في كيس كده في التلاجة، ارمي شوية في الفريزر هينفعوكي في اي وقت تروحي جاية عاملة بيهم حشوة بيتزا. عشا بقى غدا، انت موجودة عندك حاجتك، مش لازم تشتري حشوة علشان تعملي وتكلفة. العجينة بقى زي ما قلت لحضراتكم ان انا عملتها إيه، بكيلو دقيق حطيت عليه، الكيلو دقيق حطيت نص كيلو مية، كوباية لبن، طبعا قللتها من المية. وبتحطي المية تدريجيا عشان الدنيا تلم معاكي، تمام. وبعدين حطيت زي ما وريت حضرتك برضو زعتر. شايفه العجينه ما شاء الله اللهم بارك، بدات ان هي ترتاح معايا، مش هسيبها ان هي تخمر قوي. وهنروح دعكين الصاج معايا بمادة دهنية زيت. دي بقى الوصفة الأساسية معانا في البيتزا بتاعتنا، دي بقى تكتي أنا، ماشي اختراع. ديت صلصة معايا، 3 معالق صلصة، حطيت عليهم معلقتين جبنة، أي جبنة تلاجة عندك بقى، رودس، عبور، أي حاجة، على معلقة زعتر كبيرة، وتلفيهم في بعض. دي بقى هتبقى عجينتك لكل البيتزا اللي معانا. ما شاء الله اللهم بارك، بتدي الطعم حاجة تحفة كده وتودينا في حتة تانية. عملت الحشوات معاكم اهوت. الصلصة دي قلب فيها كويس جدا الجبنة اللي احنا عملناها. وبعدين نروح جايبين العجينة ارتاحت معانا، يا اللهم بارك ما شاء الله. هتروحي جاية تبططيها كويس. العجينة دي زي ما قلت حاطة معلقة زعتر، 3 معالق او 4 معالق زيت. وبعدين حطيت معاكي نص دقيق مية، تمام. خلي عجينتك دايما نص دقيق مية، لو عايزة تاني ابقي زودي بايديكي كده، انتي بتحسي الحاجة. انا طبعا حايشة من المية كوباية لبن وحطيت كوباية لبن. هنا انا حطيت كوباية لبن رايب، ما حطيتش لبن حليب، تمام. زبادي بقى، لبن حليب، اي حاجة من الحاجات دي هتلاقيها موجودة عندك. وبعدين بعد ما بططيها كويس جدا كده بقى، هنروح جايين حاطين معانا الخلطة السرية بقى بتاعتنا، اللي هي الصلصة. حطيت عليها زعتر، وحطيت عليها معلقتين جبنة تلاجة من عندي من التلاجة. الحدوقية اللي في الجبنة شوية دي مع الصلصة هتوديها في حتة تانية يا جماعة، اللهم بارك. هتلاقيها طعمها خطير، صدقيني مش هتندمي وهتعمليها كده على طول. هتحطي بقى شرايح طماطم كده بشكل برضو عشوائي، وهنحط الحشوة بتاعتنا، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. هتحطي الحشوة اللهم بارك، السجق اللي احنا عملناه دي هنعملها بالسجق. وتروحي جايه موزعه كده كل حاجه بحطيها، وانتي بتحطي حطي بطريقه عشوائيه كده، ارمي كده، حطي حاجه بطريقه عشوائيه.
انا عامله معاكم كميه ما شاء الله. ديت حوالي كيلو ونص دقيق، عملتهم 3 بيتزات كبار. دوت هنحط بقى شرايح الزيتون زي ما انت شايفه كده معايا. وبعدين تمام يا بنات، احنا بنحط دي جبنه موتزاريلا. هم دول كانوا باقيين عندي في التلاجة، ما عنديش اكتر من كده. برضو هقضي نفسي بيهم، لو مفيش خالص مفيش اي مشكله. اي حاجه من المكونات دي ممكن تنقص، مفيش اي مشكله. بس انتي تقدري تمشي بيتك بقى بطريقتك وبراحتك. احنا بنحاول ان احنا نلم الدنيا على قد ما نقدر. ديت الجمبرية حشوة برضو عملناها. وبعدين حطينا حشوة الجمبري زي ما انتي شايفة شوية جمبري صغيرين قضوا معانا حشوة بيتزاية، وعملنا بيتزاية في اي وقت عندك هتعملي. لكن لو جيتي تشتري بقى كل مرة الحاجات كلها مش هتقدري تكملي، هتبقى الموضوع مكلف جدا جدا جدا، اغلى من بره كمان. لما اشتري بقى بانيه واشتري سجق واشتري جمبري، الموضوع صعب. فاحنا زي ما قلت اهوت، انا سهلت عليكي في العجينه وقلتلك المقادير في الاول. ديت معاكي اللهم بارك بالفراخ، قلتلك المقادير في الاول. وبعدين ما عملتش الطريقه من الاول بصراحه، انا كنت عاملاه في المونتاج حصل حاجه كده تصوير معايا بعافيه شويه، فاعذروني. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. هنحط بقى ديت، ما بقالهاش جبنه قوي، حطينا شويه كله بيمشي حلو يعني. ولو مفيش اي مشكله. تمام. لو عندك بقى وحطيتي جبنه موتزاريلا بالزياده هيبقى الموضوع مختلف معاكي وتحفه معاكي. العجينه زي ما قلت لحضرتك نص دقيق ميه. لو هتحطي اللبن هتقللي كميه اللبن اللي احنا هنحطها. البيتزاهيات اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله. بعد ما عملناها طلعت معانا بالمنظر ده ما شاء الله، تحفه والله يا جماعه. ومش عايزه اقول لكم، خطيره 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 فعلا. والاول واحده بقى بتشد معايا شويه علشان انا حطيت جبنه كتير، لكن اللي بعد كده احنا جميله وهشه وما شاء الله. والله فعلا حرفيا يعني انا جوزي بيقول لي انا لما باكل بيتزا غير اللي انت ما بنجيبها من بره خالص، طعم وريحه ونفس ونظافه بقى وحاجتك وانت متاكده منها. وما شاء الله بالكميه اللي احنا عملناها دي عملنا 3 بيتزا.